السلام عليكم. العنوان اللي حضرتك قريته صح، بس ايه اللي جاب المناخ لمعمل التحاليل اللي فتح في بيتنا؟ اقول لحضرتك، الناس الجميلة ديت اول ما جت قلنا لهم يا جماعة في شجرة قدام الباب فما فيش داعي انكم تقطعوها، فهم فعلا حطوا اليافطة والدنيا تمام وكل شيء حلو قوي. فجأة لقيناهم في يوم جايبين منشار كهربائي وعلى اكبر فرع في الشجرة وراحوا مقاطعينه. ليه كده يا جماعة؟ لا اصله مداري على اليافطة. هي دي الحكاية. بقال جه يفتح لقالك الشجرة مدارية عن الكون كله فيروح قطع الشجرة. واحد اشترى عربية جاي يركن قدام بيته ولقى اصل الشجرة مضايقاه وفي روحها معرفش يروح قاطعها. واحدة ست في الدور العاشر يعني او في الدور الخامس، اصل الشجر طلع فمش عارفة اعمل الغسيل فتروح قطعاه. يا جماعة الشجر في شوارعنا عامل زي اليتيم على مأدبة اللئيم، متمرمط، محدش عامل له اعتبار، رغم انه اهم كائن في حياتنا كلنا. انا مش هقول لحضرتك ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا حضر يعني اذا قامت القيامة وفي يد احدكم فسيلة فليزرعها، وده بيدل على تقديس الدين الاسلامي للنماء والزرع والحياة، ولا ان بقية الاديان بتحض على كده، ولا مش هقول لك كل ده خالص. احنا هنيجي نتناقش بالعقل كده. حضرتك في غازات بتطلع من شكمانات العربيات البايظه اللي معموله بزيت الاكل مش بزيت عربيات، من ثاني اكسيد الكربون، من غاز الميثان، من كل الحاجات دي كلها. الغازات دي بياخدها الشجر ويحولها ل اكسجين. اما تيجي وتقطع المصدر ده انتهت بقى. كل الغازات دي بتروح طالعه على المجال الجوي بتاع الكرة الأرضية اللي ما هواش فيه مصفى، والله ده محبوس. يعني احنا المجال الجوي بتاعنا ما فيهوش خروم يطلع منها الغازات دي، فبترجع لك في صورة تزايد في درجة الحرارة. التزايد ده مخلينا في آخر نوفمبر لابسين صيفي، واحنا صغيرين كنا بنيجي على آخر سبتمبر آخر شهر 9 وبنلبس شتوي. لا الوضع اتغير دلوقتي. طب وبعدين؟ لا ده مش هتقف على كده، ده بتدوب لك الجليد يعني، وهتسبب خسائر لدول كتير، وبالفعل سببت. باكستان اخر فيضان عندها سبب لها خسائر ب30 مليار دولار. نيجي بقى على الكارثة السوداء، القارة اللي احنا عايشين فيها اللي هي اساسا بتعاني من التصحر وبتعاني من ان انهارها بدأت تجف، واحنا عايشين كل العالم في شح مائي، وممكن تحصل حروب على المية في الفترة القريبة، ربنا يكفينا شرها يعني. في افريقيا بقى النهر هيجف من كتر درجة الحرارة، الأرض هتبور، الناس هتروح واخدة بعضها وتطلع على البلدان اللي لسه فيها نفس، وهتقرف ناسها في عيشتهم. لاجئين هيطبوا على الدول التانية، هيقسموهم في أكلهم وشربهم وكل حاجة، فالحياة هتبقى نار ومولعة والناس مش هتستحمل. هو ده ببساطة اللي بيحصل. لو حضرتك قلت في نفسك هي هتيجي على اللي انا بعمله، هتيجي على اللي حضرتك بتعمله، انك انت سواء زرعت او قطعت شجرة، فابدأ بنفسك، وهتيجي على اللي انا بعمله وعلى اللي غيرنا كله بنعمله. مش هقولك يا سيدي ازرع شجر زينة خالص، ما تزرع موالح، ما تزرع اي حاجة تتاكل، اهو منها انت تستفيد وتبقى صدقة جارية ليك بعد عمر طويل في الشارع يعني. دي صور مدينة أبها السعودية، يعني السعوديين زرعوا مدنهم علشان خاطر عارفين الكارثة البيئية اللي جاية. الإماراتيين من 20 سنة وأكتر كانوا زرعوا في وسط الجزر نخل اللي هو النخل القزمي ده اللي هو بيطلع الثمار بتاعته. ما تيجي نقلد يا سيدي، مع اننا كنا اول البشر على الكرة الارضية اللي عرفنا يعني ايه زرع، واحنا اللي طلعنا الخير بايدينا يعني. فرفقا بنفسكم، يعني رفقا بحضرتك بأولادك وبعد كده بالناس. بس ما قدرتش تزرع في بلكونتك أو في الشارع، ما تقطعش شجرة. بس هو ده اللي أنا عايزة أقوله. وأنا متشكرة جدا على وقتكم وفدتكم بألف عافية. السلام عليكم.